ايمن نور وافق، طالما حزب الحضاره موجود، طالما مجموعه من الاحزاب موجوده ولسه والدكتور ابو الفتوح موجود، يبقى احنا بنتكلم في ان في احزاب موجوده. ما نقدرش نعمم ونقول الكلمه اللي اتقالت مع كامل احترامي لحضرتك ان الاحزاب او القوى السياسيه رفضت. بالعكس، في بعض القوى السياسيه رفضت وبعض القوى السياسيه بتستجيب للامر، ودي نقطه واضحه جدا. ولكن اللي سبب الاعلان الدستوري اصلا، المخاوف اللي سببت الاعلان الدستوري وخلت الرئيس يطلع الاعلان الدستوري، كانت هي نفسها لازم تبقى هي كمان في محل الطاوله. الرئيس حط الاعلان الدستوري لان هو ليه مشاكل ومخاوف، فاذا قعدنا على الترابيزه عشان نتحاور لازم نحط الاثنين. اسمح لي معلش في دقيقه انقل تجربه، بمناسبه ان انا كنت بحاول ابص على في بعض الدول على التجارب. فاحنا عندنا تجربه في جنوب افريقيا، وشاء القدر ان انا اقدر اقعد مع الاثنين اللي كانوا بيسوقوا الحوار او بيقودوا الحوار. واحد من الحكومه البيضاء في جنوب افريقيا اللي هو كان وزير المجموعه اللي كانت مع نيلسون مانديلا، وكانوا حكوا لنا، وهم الاثنين دول دلوقتي حاليا بيقودوا عمليات اصلاح في دول كثيره. وكانوا حكوا لنا اما قعدوا معانا بيحكوا لنا حركه التطور حصلت ازاي. فقالوا ان احنا واحنا بنبني الدستور كانت المشكله الكبيره اللي موجوده عدم الثقه المفرط، مش بس عدم ثقه وعدم قبول. لان البيض شايفين ان السود دول غجر، وان هم هيجوا ياخدوا الحضاره اللي احنا بنيناها في 400 سنه فاتت، وان هم مش متعلمين وان هم ضايعين. وبالمناسبه جنوب افريقيا اعلى فرق دخل بين الطبقه الاولى والثالثه. والسود شايفين ان دول البيض المحتل اللي ما ينفعش يقعد عندنا، يعني الدنيا مقفوله ما بينهم. وبالتالي هو كان بيقول لنا اول نقطه قبل ما نتكلم في اي حاجه هو ان احنا نوجد بوينت اوف تراست، نقطه ثقه نبتدي منها الكلام. وحكى موقف ان هم بعد سنتين من العمل، وكانوا بناته هو شخصيا كانوا مع الثوره ضد العنصريه، ان هو بعد سنتين من العمل حصل وهو بيشتغل، هو بيقود العمل ده، بيتفرج على التلفزيون، حصلت حادثه ان نزل مجموعه من البيض في عربيه شرطه ونزلوا قتلوا 15 طفل، 15 سنه 16 سنه مراهقين، قتلوهم بدم بارد في وسط الشارع وهم بيلعبوا كوره، وجريوا وتصور الحدث. وبالتالي البلد اتقلبت. فبيقول انا وانا قاعد بسمع الحدث مش بس صعبان عليا السنتين اللي مروا، ده انا كمان صعبان عليا جدا ان انا بناتي هيبصوا لي ازاي، هعيش في الارض دي ازاي، الدنيا بتضلم، هننزل نقتل في بعض، هتبقى مشكله كبيره. بيقول طلع نيلسون مانديلا الزعيم يعني الرائع، ووقف وقال ان احنا لن نسمح، وان احنا قطعنا كل الحوار، وان الدنيا كلها اتقفلت، يعني مشي مع الشعب في روحه جدا. بيقول هو كان بيتكلم وموبوتو وراه واقف وراه، وهو اللي كان بيقود الحوار معاه من الطرف الاخر. مجرد ما نيلسون مانديلا خلص الحوار بتاعه، وهو بيقول انا كنت قاعد مش عارف هطلع من الاوضه ازاي، ونيلسون مانديلا رفع روح الشعب ان احنا هنكسر الدنيا ونبهدل الدنيا، لقى التليفون بيرن. موبوتو بيقول له في التليفون هنقعد امتى؟ تمام. فقال له دلوقتي. بيقول نقطة الثقة دي المتبادلة هي اللي كانت البداية. فاللي أنا أقصده إن امبارح خطاب الرئيس كان بيروح للنقطة دي، الطريق إلى المائدة المستديرة. تمام. بس احنا معانا دلوقتي اتصال تليفوني، معانا علي من مسيرة من مدينة نصر، توجهت أو وصلت إلى الاتحادية. يا علي، ألو يا علي. ايوه مع حضرتك. علي، عايز اعرف المسيره المتوجهه للاتحاديه من مدينه نصر، الهدف الرئيسي منها ايه؟ الهدف الرئيسي هو اسقاط الاعلان الدستوري المستبد، واسقاط الجمعيه التاسيسيه الغير معبره عن الشعب المصري، والاستفتاء الذي لن يقام في 15 ديسمبر القادم، واعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه لكي تمثل جميع طوائف الشعب المصري، ونخرج بدستور يعبر عن الشعب المصري ويحفظ كرامته، ويكون بأهداف ثورة 25 يناير اللي راح عشانها ضحايا وشهداء بالعشرات. طيب، خطاب السيد الرئيس أمس لما طلب إن احنا نقعد على أساس إن احنا نحل الأزمة وننزع فتيل الانفجار اللي ممكن يحصل يوم بعد يوم، هل شايف إن في تجاوب من خلال المشاركين في المسيرة إن يبقى في قعدة مع السيد الرئيس؟ أولا خطاب الرئيس لم يكن لحل الأزمة، بالعكس خطاب الرئيس كان مجرد التسويف، والدليل انه بيدعو المعارضه اللي هو هيختارهم يمثلوا المعارضه يوم السبت، في حين ان الاستفتاء سيقام في خارج مصر يوم السبت. واذا كان الرئيس حريص على الحوار والنقاش والشورى، فكان من الاولى ان يدعو الجميع للنقاش قبل ان يصدر قراراته المستبده، وليس بعد ان يصدرها. طيب، المسيرات اللي تعددت اليوم عند الاتحادية، يعني احنا بننقل دلوقتي بعض المسيرات، عايز اعرف هل في نية للاعتصام ولا لا؟ حتى الآن لم نتفق على الاعتصام، ولكن وارد خلال الساعات القليلة أن يكون في اعتصام،
وبالتاكيد لن يعني التصعيد قادم اذا لم يتراجع الرئيس مرسي. كانت المهله تنتهي اليوم، وغدا في الساعه 1 اجتماع لجبهه الانقاذ الوطني وسيصدر عنها قرارات، ووارد الاعتصام اليوم، لكن حتى الان لم نقرر الاعتصام. علي انا بشكرك جدا على مشاركتك وشكرا ليك، واروح لضيفي الزميل محمود عارف عضو لجنه العلاقات، عفوا محمود نبيل عضو اللجنه الاعلاميه بحزب الدستور. محمود، عايز اعرف تقييمك لخطاب السيد الرئيس امس ورؤيتك ليه. خطاب الرئيس جه امبارح في وقت كنا كلنا فيه مستنيين، كانت مصر كلها مستنيه بقى لها اكتر من 24 ساعه ظهور الرئيس وتوجيه كلمه للشعب المصري ككل، توجيه كلمه للشعب المصري باسم الشعب المصري، مش باسم جماعه بعينها ولا بتحمل اتجاه بعينه. اعتقد ان كلنا تم يعني خذلنا تماما في ده، يعني كلنا واحنا بنتفرج على خطاب الرئيس كنا نتمنى منه انه يكون اكثر حياديه من ذلك. ايه مقصودك بالحياديه؟ انا هقول لحضرتك. الاستاذ محمود عارف اتكلم عن البوينت اوف تراست او نقطه الثقه. نقطه الثقه اقدر اوجدها بيني وبين الشخص، يعني بين رئيس الجمهوريه اللي بيتعامل مع المشكله على انه كلا الطرفين سواء كان مؤيد او معارض فهم من ابناء الشعب المصري الواجب الحفاظ على دمه. لكن السيد الرئيس امبارح فاجئنا بكلمات انا ما قدرتش افسرها بشكل تاني غير انها مش حياديه، زي انه يوجه الشكر لداعمي الشرعيه اللي هم المؤيدين، ان يكون حزب الحريه والعداله مطلع بيان صباحا بيقول انه تم القاء القبض، وهي فضيحه سياسيه، انه حزب الحريه والعداله بيقول بكل وضوح قام مؤيدي الرئيس بإلقاء القبض على 70 مسلحا او ايا كان الرقم، انا مش قادر افتكر بالظبط، 70 مسلحا وجاري تقديمهم للنيابه، وكأن محضر النيابه هيتعمل فيه تم الضبط والاحضار بمعرفه مؤيدين الرئيس. دي كانت فضيحه سياسيه. لكن يجي الرئيس بالليل ويأكد على ده ويقول انه قامت قوات الامن بالقبض على 70 مسلح. إذن هل يتم التعامل مع هذه التظاهرات، هذه الحشود اللي كل الناس شافت صورها في الفيديوهات أو في تحركاتها، يعني كمان بشكل عسكري، هذه الحشود هل هيتم التعامل معها فعلا على أنها تظاهرات سلمية لتأييد الرئيس، ده إن وجد ده في التاريخ، ولا هيتم معاها على إن التعامل معاها على أنها قوات الأمن الخاصة بالرئيس؟ دي كانت نقط فارقة جدا في طريقة فهمنا وسمعنا لكلام الدكتور مرسي امبارح. طب وفكرة ان هو بيطالب القوى السياسية انها تقعد معاه على اساس الوصول لحل، شايف ان دي فكرة جيدة ولا شايفها لا؟ الدكتور مرسي وجه تهديد قبل ما يوجه طلب الجلوس مع القوى السياسية. الكلام كان واضح جدا، قوات الامن بتاعتنا لقت 70 مسلح على علاقة ب40 رمز، مش من الفلول ولا من النظام السابق، لا قال من القوى السياسية بشكل واضح، وجاري التحقيق في ده وجاري التعامل معهم بشكل النيابة العامة. فأنت بتوجه تهديد ل40 من رموز القوى السياسية في مصر، وبعدين بتدعو يوم السبت لجلسة مع المعارضة، وبتقسم المعارضة نوعين، بيقول أنا هقعد أتكلم مع النوع الأول. دي يعني افتراضيه جدليه كلها. انت يعني كرئيس لجمهوريه مصر اللي فيها يعني فيها مسيحيين وفيها شيعه وفيها للسنه اكتر من طريق، يعني فيها متصوفه وفيها الفكر الوهابي، في تعددات في طوائف متعدده بكل الاشكال، سواء فكريا او دينيا او جغرافيا. انت ما كانش المفروض خالص تطلع تتكلم باسم احد الاطراف في معركه ويكون الطرف الثاني فيها ضحاياه واصلين بالمنظر جميل. ده. انا عايز اعرف رد محمود على الكلام برضو اللي قاله محمود نبيل، لان بطبيعه الحال لازم يكون في توضيح لكل وجهات النظر، لكن اسمحوا لي ان انا اطلع فاصل، وبعد فاصل هسمع ردك، لان ما زلنا احنا في جدال وفي نقاش، لان زي ما قلنا في ازمه حاصله في مصر عايزين نوصل لحل. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل معكم مرة تانية ببرنامجكم شباب على الهواء.
احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا 1000 يوم، بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا 1000 يوم، بس احنا نحلم. اهلا بيكم بعد الفاصل، واعود لضيوفي. محمود، تعليقك ايه على الكلام اللي قاله؟ طبعا انا ممكن ناخد من كلام محمود اول الخيط، ان هو وانا بتخيل ان من اجمل حاجه في البرنامج ده ان احنا بنيجي نسمع اكتر ما نتكلم. ان انا بالعكس، انا امبارح كنت وانا بسمع الخطاب كان كلام الرئيس، او انا بتخيل ان احنا عندنا الازمه اللي موجوده، او الفرق في الكلام في الازمه، ان انا بتخيل ان الصراع السياسي بشكل عام بيكون في راي وراي اخر، في انتخابات، في تظاهرات سلميه. لو الكلام تعدل كده من اي طرف، لو الكلام تعدل كده من اي طرف يبقى اجرام. يعني لو تعدينا الموضوع لان احنا نكسر ده يبقى اجرام. والكارثه في ده ان احنا لو رحنا لان احنا مثلا رئيس بيجي منتخب، فنطلع كميه مظاهرات فتقتحم مكان وتكسر حاجات وتحرق مقرات، وفي نهايه حرق مقرات الحزب بتاعه ويعني والاعتداء عليهم يكون في النهايه ان هو اسقط. فاحنا زي ما قال محمود بالظبط، مصر فيها تلون سياسي شفناه بشكل قوي جدا. فمعناها ان الرئيس الجاي كاننا بنعلم الشعب، زي ما انبسطنا ان هو جاب 51% وقلنا كده هو اي فصيل هيغير رايه هيغير الرئيس، ويبقى احنا كده الرئيس هو بيشتغل عند الشعب، مش الشعب اللي مش فصيل معين بيحرك. لو بقى كل فصيل عنده القدره على اسقاط رئيس، هو بيسقط الرئيس او بيستخدم العنف في الاسقاط، ونبتدي نتعدى الحدود في ده، يبقى في الحاله دي عندنا كارثه. بس هو هنا ما بيتكلمش على الاسقاط. ما انا سيبني اكمل الموضوع، لان الموضوع في منتهى الاهميه. تمام. في منتهى الاهميه. احنا تعرضنا في الايام اللي فاتت لحركه عنف في الشارع ولا ما تعرضناش؟ دي حقيقه. كون ان الرئيس يحط مين مقصودك اللي تعرضنا؟ معلش، احنا كبلد، احنا كمصريين، احنا كمصريين تمام. تعرضنا. انا اشكرك على التوضيح، لازم، وده مهم جدا ان احنا نسمعه. فعلا. احنا كبلد تعرضنا لشكل من العنف موجود في الشارع، والشكل ده شكل متكرر من فتره كبيره. وبالتالي ان الرئيس يقول ان احنا محتاجين يبقى عندنا فهم، او محتاجين يبقى مستقرين على مصطلح اسمه الشرعيه لاي فصيل الحق في المعارضه، لاي فصيل الحق انه يقعد على الترابيزه. وفي نفس الوقت اي حد هيخش دايره الاجرام لازم يكون في طريقه اخرى للتعامل. احنا بنرى، ويمكن الكلام ده طول امبارح واول امبارح بشوفه في التلفزيون بشكل واضح جدا، الخلط في النقطه دي. انه مجرد ما بنقول ان في بلطجيه يتقال طب هو الطرف الاخر بلطجيه؟ اطلاقا. الدكتور البرادعي في وقت من الاوقات كان شريك، الدكتور ايمن نور في وقت من الاوقات كان شريك كذا. يعني احنا كثوره كلنا كنا موجودين ببعض بنفس الانفصال اللي كان موجود، الانفصال الفكري اللي كان موجود، كنا كلنا مع بعض في الميدان، وشفنا حركات عنيفه وضرب خرطوش وضرب نار على مدار السنه. الكلام اللي انت كنت بتقوله الطرف الثالث، واللي ادى لان الرئيس كان قدامه حل من حلين: اما ان هو ياخد قرارات بان هو بنفسه بفكره بطريقه بشكله هو اللي يختار ويحدد الطرف الثالث ويضربه، او ان القضاء هو اللي ياخد مجراه. القضاء فشل في الكلام ده على سنه ونص، اسف مش القضاء، النائب العام.
وقيل وبدا يبقى في شكوك. وبرضه اتمنى ان انا اوضح حاجه في الموضوع ده. في بعض المناصب لازم يكون في عليها شكل من الثقه. ما ينفعش يبقى في نائب عام موجود والناس بتقول ده هو بيحابي النظام القديم بغض النظر عن النقطه دي، لكن في الاخر وجهه نظر كانت ان تغيير النائب العام في حد ذاته ده مطلب ثوري كان عند كل الثوار. تغيير النائب العام في حد ذاته ده مطلب. ايوه هو كان مطلوب، هو يغير. ايوه هو كان مطلوب، ولكن لا يكون مطلوبا بتحديد فتره زمنيه له من اختيار رئيس الجمهوريه. هناك راي في الجزئيه دي، ولكن عشان ما ندخلش اوصل لنقطتي بمنتهى الوضوح. الرئيس قال امبارح قال اصبح في نائب عام، واصبح موضوع الشرعيه وغير الشرعيه، الاجرام وغير الاجرام ليس بيد تحديد فصيل معين. تمام. ولا رئيس الجمهوريه. تمام. هذا الامر يحدده النائب العام. بالظبط. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه برضو اتطرق فيها برضو موضوع الثقه. امبارح لما بدا الضرب، وانا كنت يعني سعدت جدا ان الضرب ما استمرش ثاني يوم، لان ثاني يوم كان القتلى مش هيكونوا من الحريه والعداله، كانوا هيكونوا من الناحيه الثانيه، او مش من الاخوان، هيكونوا من الناحيه الثانيه من الطرف الاخر، لان الوسيط اللي في النص اللي بيشعل ويضرب بالخرطوش ان كان ضرب على الحريه والعداله امبارح ومات منهم 6 أو 7 قتلى، فهو هيكون ثاني يوم علشان يوزن الموضوع وعلشان الفتنه تشتعل هيبتدي يضرب من الناحيه الثانيه، وهيخلي القتلى من الناحيه الثانيه. فكون ان الحريه بتتكلم على التخطيط لاشعال النار في ارض مصر. انا النهارده لما اكون طالما في خرطوش، دي بغض النظر لو كان الخرطوش ده في ايد اي حد فده اجرام. اي حد يطلق النار ده اجرام، موضوع منتهي. تمام. لكن كون ان هو يبقى انا قدامي واحد بيضرب نار عليا فانا امسكه واديله الشرطه، ده مش معناه ان انا عندي ميليشيات وبتقبض. انا لو كنت قتلته كان ممكن يتقال ده انت كده قتلته، ده انت ازاي تعمل كده. لكن كون انا امسك اللي بيضربني بالنار واروح اديله الشرطه، فده كنا بنعمله في الثوره، وكنا بنجمع الناس اللي كانت بتضرب بالنار وكنا بنروح نسلمهم للجيش والجيش كان بيمشيهم. واظن الكلام دوت تراث اصبح تراث ثوره. حتى لو كان انا مش قصدي تراث ثوره يعني هنكمله، انا قصدي كلنا عارفينه وكلنا عشناه. فبرضه هرجع تاني لنفس النقطه، ان كانت نقطه الثقه انا بعيد التاكيد. الرئيس امبارح اكد بشكل قوي جدا، ويمكن حاتم عزام من حزب الحضاره النائب السابق كان موجود امبارح، حط 10 نقط وكان منهم النقط دي بوضوح. قال انا طلعت من خطاب الرئيس ب10 نقط، طبعا الاستماع باذن غير الاذن. انا طلعت من خطاب الرئيس ب10 نقط، منهم نقطه واضحه جدا ان بقى في نائب عام وان القضاء هيفصل، وفي نفس الوقت اذا حدث دم فالامن هينزل يسيطر. وده بقى الخطاب. اما فيما دون ذلك فكل واحد سواء كان رايه في الصعيد الاخر تماما او في الصعيد اليمين تماما او الشمال تماما فهو محترم، وهو يكون على مائده حوار مستديره نجلس فيها جميعا. طيب فكره الحشد بقى، ودي تخليني اطرح سؤال. هنا حشد وهناك حشد. ازمه الحشود دي هتنتهي ازاي؟ احنا كده اتقسمنا، انما يعني بقت مشكله كبيره جدا. هل القدره على الحشد هتجعل مصر زي ما بنقول كده في دايره مفرغه لا تنتهي؟ اطلاقا. انا شايف ان اي مشكله بتتحل في الدنيا، سواء مشكله سياسيه او حتى مشكله شخصيه، بتحل فقط بالحوار. وطبعا دعوة الرئيس للحوار دعوة جيدة جدا، ولكن أعتقد بعد اللي حصل قدام الاتحادية ومقتل المصريين سواء من الإخوان المسلمين التيارات المؤيدة أو من المعارضين، طبعا المشكلة طبعا أصبحت يعني معقدة إلى حد ما. تمام. ولكن أعتقد أن الدعوة ما زالت قائمة. ولكن إذا رجعنا لفكرة الحشد، هي ليست وسيلة أيضا لحل الحوار. حل أي مشكلة في الدنيا تكون بالحوار. يعني خلي حضرتك ده بيحشد وده بيحشد، كيف ستحل المشكلة؟ ما هو في الاخر بيكون في دم، في الاخر بيكون في اقتتال زي اللي حصل قدام الاتحاديه، في الاخر بيكون في استعراض للقوه سواء من ده او من ده. ما القوى المدنيه برضو عندها مؤيدين ولها مؤيدين، وعندها احزاب وعندها ناس بتدعمها، وعندها قوه برضو بتقدر تستعرض قوتها في الشارع. ولكن يعني حضرتك لما نيجي نفكر ازاي هيتم حل المشكله، لابد من مائده حوار تجلس عليها كافة القوى السياسية. ولما نيجي نقول قوة سياسية لابد ان حضرتك نتكلم بصراحة ونشوف مين الناس اللي بتحرك المتظاهرين في الشارع، ومين الناس اللي لهم شعبية في الشارع. ربما نتحدث عن 3 أشخاص: الدكتور محمد البرادعي، والسيد حمدين صباحي، والسيد عمرو موسى.
لابد ان نتحدث ونوجه الخطاب، الرئيس لابد ان يوجه خطابه الى الثلاثه دول، لان هم جبهه الانقاذ الوطني طبعا بالاضافه لحزب الوفد، هم اللي بيحركوا الشارع، وهم اللي بيقدروا يسيطروا على الشارع، والمظاهرات اللي هي بتكون موجوده في الشارع حاليا كلها بتمشي بعد يعني الناس دي ما بتحدد موقفها بناء على كلام الناس دي. فما يجي الاستاذ محمود بيقول مثلا السيد ايمن نور او غيره او الدكتور عبد المنعم مفتوح، الدكتور عبد المنعم مفتوح مش موجود في مصر، ده تقريبا مش عارف هو رجع ولا لسه، يعني كان خارج مصر. هو لا هو رجع يعني هو رجع تمام. بس طبعا الدكتور عبد المنعم ما شافش الحاجات دي كلها، ما شافش اللي حصل في الفتره ولا حضر الاعلان الدستوري في مصر هنا بس اساسا. اسمح لي لا هستأذنك محمود بعد اذنك، احنا اتفقنا يعني الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب ممكن اعرف كل حاجه، القنوات بتنقل كل حاجه، فلو هنقول الدكتور برادع فين او الدكتور عبد المنعم مفتوح فين، فهم اللي لو هم مش موجودين بيشوفوا وبيقروا وبيستمعوا. فما بقاش الاول كنت بيتنقل لك الخبر من جهه واحده، دلوقتي الاخبار بتنقل من كل الجهات، فانا عندي المقدره ان اشوف واحلل، فمش هنقول دكتور عبد المنعم مفتوح كان فين. عبد المنعم مفتوح حضرتك لما بتعرض لما بتيجي تدعو الحوار بتدعو القوى المعارضه او القوى المعترضه على شيء في الدستور او الحاجه اللي هم معترضين عليها، يعني لازم تسال نفسك سؤال وتشوف مدى قوه معارضه حزب مصر القويه بتاع الدكتور عبد المنعم مفتوح، وموقفه ايه من الازمه الاخيره تحديدا. موقفه ايه هو اعلم موقف الدكتور عبد المنعم مفتوح، ولكن موقف حزب مصر القويه مش مؤثر بشكل كبير في الاحداث الاخيره. احنا بنتكلم على 3 قوى رئيسيه اللي هي جبهه الانقاذ الوطني المتمثله في 3 اشخاص، الدكتور البرادعي والسيد حمدين صباحي والسيد عمرو موسى. لابد من الحوار مع الناس دي. هل معنى كلامك ان انا اقول حزب الوفد مش موجود؟ حزب الوفد موجود طبعا. انا بتكلم على جبهه الانقاذ الوطني في الصوره، ما انا قلت لحضرتك المره اللي فاتت اقول لحضرتك حزب الوفد موجود برضه في الصوره، انا بقول لحضرتك بالاضافه لحزب الوفد لابد من الحوار مع الناس دي، لان الناس دي هي اللي بتقود المعارضه في الوقت الحالي. تمام. كذلك فكره الخطاب، الرئيس امبارح بدا خطابه بتهديد للمعارضه، وان وصف الناس، وانا في تصوري ان الرئيس هنا يعني تحيز بشكل كبير لطرف معين. تمام. كان يجب ان الرئيس يكون محايد في الازمه اذا اراد بالفعل ان يكون هناك حل للازمه. جميل. معنا على التليفون دكتور محمد علي عضو المكتب السياسي للجبهه السلفيه. دكتور محمد الو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دكتور محمد، تقييمك للاحداث اللي بتتم في مصر، وشايف مصر رايحه على فين نتيجه الازمات المتتاليه اللي بتتم؟ الحقيقه الازمات يعني الازمات عقب الثورات شيء متوقع وشيء يعني لا يستغرب، لكن المشكله اللي الحقيقه بنشوفها كيفيه الصعاد وكيفيه معالجه هذه الازمات. الحقيقه انا شايف ان مجموعات المعارضه اللي هي بتسمي نفسها المعارضه المدنيه او الليبراليه بتتعاطى بطريقه خاطئه مع قرارات الرئيس اللي انا بنعتبرها. ايه مقصودك بالطريقه الخاطئه يا دكتور؟ هقول لحضرتك. الحقيقه دعوه الرئيس للحوار نسمي هذه الدعوه دعوه مقبوله جدا. النظر لقرارات الرئيس دون السابق واللاحق عليها، يعني لو حضرتك سالتني مثلا ايه رايك في تحصين قرارات رئيس الجمهوريه، السؤال ده في نفسه كده ممكن اقول لك لا طبعا انا لا اقبل تحصين قرارات الرئيس الجمهوريه ضد النقد او ضد كذا او ضد كذا، لكن معرفه السابق واللاحق، معرفه الملابسات اللي حصلت طول الفتره الماضيه ومحاولات هدم مؤسسات الدوله، وان احنا هنرجع تاني لنقطه الصفر، الحقيقه يعني ده خلانا نقبل قرارات رئيس الجمهوريه. احنا طبعا مش يعني احنا برضو اختزال المعارضه في ثلاثي حمدين والبرادعي وعمرو موسى والاستاذ عمرو موسى، ده يعني انا بشوف ان ده اختزال مش مقبول، لان احنا نفسنا من المعارضه، احنا ما احناش حريه وعداله، ما احناش اخوان مسلمين، واحنا احيانا كتير بنعارض رئيس الجمهوريه، لكن احنا معارضتنا معارضه موضوعيه، معارضه من داخل النظام. احنا عايزين البلد تطلع لقدام ما ترجعش لورا، مش عايزين نسقط الاختيار الشعبي ونسقط اول رئيس مدني منتخب، لكن احنا بنعارضه بطريقه موضوعيه وبطريقه هادئه. النهارده مثلا حل الازمه يا دكتور محمد بعد اذنك. اكمل بس النقطه دي. لما شفنا في امكانيه بالحوار بكره ان شاء الله، خدنا قرار او 17 جهه وفصيل خدوا قرار بتاجيل وقف مدينه الانتاج الاعلامي لتهيئه الجو لاجراء الحوار الوطني. اتفضل. تمام. حل الازمه، نحل الازمه ازاي؟ بالحوار يا فندم، بالحوار. الحقيقه انا بستغرب جدا من يعني من يدعي الوطنيه ومن يدعي
المعارضه الهادئه ويحط شروط ويرفض الحوار. طب ما تروح تتحاور، ما تحط اللي انت عايزه وتقول اللي انت عايزه على مائده الحوار وتطرح كل افكارك، انما انت بتقول لا لازم رئيس الجمهوريه يتنازل اولا علشان اروح اتحاور معاه. انا شايف ان الكلام ده فيه نوع من لي الذراع وفي نوع من فرض الشروط. وطبعا احنا كلنا سمعنا وشفنا استقواء من الخارج، محاولة تحريض الجيش، دغدغة مشاعر الألمان بالهولوكوست. الكلام بصراحة غير مقبول بالمرة وغير مقبول إطلاقا، وده بيخرج المعارضة اللي بتدعي الوطنية أو بتدعي إن هي ليبرالية أو مدنية، بيخرجها من ثوب الوطنية لثوب آخر أنا مش عايز أتكلم فيه دلوقتي. لكن أنت فعلا لو عندك النية وعندك الهدف ان انت يعني تصلح وتتقدم بالبلد للامام، اجلس على مائده الحوار واطرح ما تريد. ولو حتى فشل الحوار عندك صندوق انتخابي، انت المفترض، انا بفترض كده ان انت مؤمن بالصندوق الانتخابي، روح واشهد ناسك وخليهم يقولوا اللي انت عايزه. فانما ان انت تقول لا ده لازم اللجنه دي يتم التوافق عليها، مش فاهم يعني ايه توافق؟ توافق يعني اجماع؟ مش ممكن ابدا حد يجمع على شيء، لازم يبقى فيه معارض ولازم يبقى فيه مختلف ولازم يبقى فيه كذا. المقصد ان يعني اقبل بصندوق الاقتراع، لكن الواضح ان التجارب الخمسه السابقه اللي قبل كده مع صندوق الاقتراع بتصيب بالبعض بالخوف والهلع من الاختيار الشعبي. الخمس مرات تقريبا المجموعات دي افتكر ان هي خاسره، فهي تخشى صندوق الاقتراع، تخشى معرفه راي المصريين وقول المصريين بالرغم من الدغدغه الاعلاميه للمشاعر. تمام. دكتور محمد علي، عضو المكتب السياسي للجبهه السلفيه، بشكرك جدا على مشاركتك وشكرا ليك. هو السؤال اللي بيطرح نفسه عشان انا الوقت بيجري مسرعا، عايزين نحل. انا ليا تعليق بس على كلام الدكتور. حل الازمه هاجي لك بس يعني نوصل بس يعني واحنا جايين كده هتقول لي اللي انت عايزه. حل الازمه اللي احنا فيها يا جماعه، عايزين مصر تهدى، عايزين المواطن المصري البسيط يطلع يشتغل فيدخل فلوس لبيته، عايزين العجله الاقتصاديه تتحرك، عايزين الحد الادنى والحد الاقصى، عايزين حاجات كتير عشان يحصل حاله الاستقرار اللي احنا كلنا بنتمناها. ما هي خطوات الحل؟ انا هستاذن حضرتك الاول قبل ما نتكلم في الحل. معلش. طب انا بالظبط انا قدامي 6 دقائق واختم الحلقه. طيب احنا تبقى انتوا عارفين يعني احنا محتاجين لتوحيد المقامات. كويس. توحيد المقامات، لانه مقصودك بتوحيد المقامات ان احنا نقف على ارضيه نبدا نتفاهم منها مع بعض، لانه كميه المصطلحات والافكار اللي طرحت في الفتره الاخيره سايبه مساحه كبيره جدا لمحترفي المغالطه في ان هم يدخلوا الكلام في بعضه ويوصلوا نتائج للناس. ومعلش انا اسف، ولكن سطحيه التغطيه الاعلاميه بتسمح بده بشكل مهول في مصر. جبهه الانقاذ الوطني فيها حزب الوفد الليبرالي ابو الليبراليه في مصر، فيها الحزب المصري الديمقراطي وهو حزب اشتراكي ديمقراطي اجتماعي، فيها حزب الدستور وهو من نفس الايديولوجيه، فيها الجمعيه الوطنيه للتغيير، وده يعني لا يمكن لعب بدون ايديولوجيات. هي لا يمكن، كان احد اعضائها اعتقد كان الدكتور سعد الكتاتني في فتره قبل الثوره، وكان كل الاجتماعات معاهم وده كان متفق عليه الجمعيه الوطنيه للتغيير الدكتور عبد الجليل المصطفى. الجبهه الوطنيه للانقاذ لا تمثل لا مدعي المدنيه زي ما الاستاذ محمد علي قال، ولا الاعتراف بالهولوكوست، ولا بتمثل مدعي الليبراليه. دي معلومات مغلوطه تماما. احنا جبهه الانقاذ الوطني بتمثل مجموع القوى التي كانت لها القدره على المشاركه والتاثير الفعلي منذ بدء الثوره او ما قبلها. انا عايز الحل. انا اقدر اقول عشان الوقت كمان. معلش انا اقول لحضرتك على نقط صغيره جدا. بص حضرتك، هنحل ازاي؟ احنا كان عندنا مجلس شعب موجود في مصر. كويس. كان في صندوق، لما احتكمنا له وجدنا انه الاخوان المسلمين خدوا اغلبيه هائله، السلفيين بعدهم، تلاهم حزب الوفد، تلاهم المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي. لم يكن بعد قد تواجد حزب الدستور، ولكن انصار حزب الدستور كانوا متواجدين، او اعضاء حزب الدستور كانوا متواجدين بشكل ضمني، سواء مع اي حزب من الاحزاب، الكتله او الثوره مستمره او ايا كان. الحل يا محمود، الحل في الازمه، الحل
عند الاعتراض على شيء ما فانا بعترض على آلية تنفيذه، انا ما بعترضش على نتائج. مدرس الثانويه العامه بشكل بسيط جدا بيتفهم انه انت حافظ القانون ومطبق وبتيجي في الاخر بتطلع نتيجه غلط. ده مش هنقول اسقاط الرئيس لانه النتيجه طلعت خطا. لا، كل رؤساء الدول، كل البني ادمين عندها المساحه من انها تخطئ. تمام. ولكن افتراض سوء النيه بيجي من منطلق تمام. افتراض برضو تنفيذ خاطئ. لما يبقى عندي البلطجيه اللي اتقبض عليهم مسلحين بمعرفه ما اسماه الدكتور المرسي قوات الامن، يطلع منهم سفير مصري قبل كده ووشه متشرح. جميل. بس انا دلوقتي عايز اوصل لموضوع الحل. محمود هنا ترى الحل ازاي؟ هل هو بلغه الحوار زي ما قال الرئيس والدكتور محمد علي ولا؟ معلش انا اسف، هو كان الرابع في الاحزاب كان الوسط. انا اسف. النقطه اسلامي، تيار اسلامي. انا هاخد يعني احنا لو قسمناها تيار اسلامي وليبرالي يبقى احنا رايحين لسكه مظلمه. لا، احنا ما فيش ليبرالي. انا بالتالي انا اتكلمت عن الاشتراكيه الديمقراطيه دلوقتي حالا. لو احنا قسمناها يعني الموضوع مش مساله ليبراليه. انا بختم خدوا بالكم. الاستاذ البحراوي كان قال موضوع انا شايف ان هو بيفجر موضوع في منتهى الخطوره. قدام الدقيقه هو ده اساس المشكله عندنا دلوقتي في الدقيقه دي. وهو ان الدكتور بردعي وعمرو موسى والسيد عمرو موسى والسيد حمدين صباحي هم المعارضه الاغلبيه، وانا بقول انا الذي كنت موجود في مش عارف ايه، وانا الحريه والعداله اللي ليا الاغلبيه اللي ما حصلتش. دي بدايه الكارثه. كلنا وطنيين، كلنا لينا مقعد، كلنا نستحق التقدير. الدكتور مفتوح يستحق التقدير، ولو قلت عليه هو مش موجود. الدكتور مفتوح حزب مصر القويه له مكان في كل مكان في مصر. تمام. حزب مصر موجود، في كم من الاحزاب موجود. اللي يقول مين فيهم كرتوني ومش كرتوني هو الواحد بس اللي له الحق في كده، هو الشعب. تمام. وبالتالي اسف اقول في كلمتين انا ارى ان الطريق هو مائده مستديره، ودي طريق العالم كله جميل. يصل ليه كل النقاش فيه من غير تكتل. والحاجه الثانيه 80% هيخلص على ده و20% يخلص في الصندوق. لماذا نخاف من الصندوق؟ اوكي. انا عايز اعقب معلش سريعا، معلش في عجاله بس في عجاله عشان خلاص عشان هختم بمحمود. اعتقد انه اذا احنا بنتكلم على فصيل فالفصيل الذي لا يخشى الصندوق اللي بيحمل شهيد عمره ما هيخشى الصندوق اللي بيحمل أصوات. وجهه نظرك وسط يا محمود. محمد البحراوي الصحفي. أنا شايف أن الحوار فرصة الحوار ما زالت قائمة. الحل يكون أولا أن يكون الرئيس محايد، رقم 2 أن يكون هناك وقف لتهديد المعارضة، رقم 3 وقف تشويه صورة المعارضة أمام الرأي العام من أي قوة سواء في الاتجاهين، الاتجاه ده المؤيد أو المعارض. وكذلك عدم تخوين المعارضين واتهامهم بالاستقواء بالخارج، ووضع الثقة بين المؤيد والمعارض سواء المتمثل في مؤسسة الرئاسة أو الأحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة. بالتالي ممكن نبدا فرصه حوار اذا كان في ثقه بين الطرفين. انا بشكركم. انا للاسف انا لازم اختم الحقيقه، لكن احنا الموضوع محتاج نقاشات تانية. وانا بشكركم جدا على وجودكم النهارده. محمود نبيل عضو اللجنه الاعلاميه بحزب الدستور بشكرك. محمود عارف عضو لجنه العلاقات الخارجيه بحزب الحريه والعداله بشكرك. محمد البحراوي صحفي في جريده مصر اليوم بشكركم جدا. وبشكر اسلوب الحوار اللي احنا بدانا بيه وانتهينا بيه، لان احنا محتاجين ده ان احنا نوصل للمشاهد المعلومة من خلال وجهات النظر المختلفة. في نهاية المطاف لكل منا وجهة نظر، ولكل منا الحق في الدفاع عن وجهة نظر، ولكن طريقة الدفاع هي دي اللي احنا لازم نضع عليها علامة استفهام، ولازم نبقى عارفين ان الطريقة لازم يكون طريقة فيها ثقافة وفيها وعي. وفي النهاية كلنا مصريين وكلنا ولاد البلد دي، فمحتاجين ان احنا كلنا نصل لحل علشان خاطر بلدنا. مش مواعيد البرنامج جمعه سبت حد 2 من الساعه 5 للساعه 6، والاعاده من 2 ل 3 صباحا. بشكركم جدا. بقول لكل الساده المشاهدين السلام عليكم. لآخر مرة عيشها لك ما بين حرصي وإهمالك، وعلماني يا أنانية ودقني تفتش النية في أعمالك. آخر مرة هلم شباب بيتصاهر وساسة لعبهم ظاهر، يحضروا كل عفاريتك يجهزوا زي انت
مرة هخبي